هذا عرس على 9 أيام 9 أيام بلياليها، تبارك الله. وغنوا فيه تقريبا أغلب الفنانين التوانسة من غير ما نسمي لكم أسامي بالعشرات. مزود راب، فنانين وتريين. وتريين تقريبا. عدد كبير من الفنانين، او زوما سمير تصاور. لوسيف مثلا. هي تنجموا تدخلوا حتى على بون، ما نجمش ناخذ فيديوهات الناس هنا باش نوريكم، انا نعرف فما دروا دوتور. اما تنجموا تدخلوا على مثلا على صفحه دربالي ايفانت، هو تقريبا اللي يتكفل بالعرس هذا، هو منظم العرس، وهبط برشا فيديوهات على صفحته. فهمت؟ احنا تواصلنا معاه وحبينا حتى ناخذوا معاه انترفونسيون. ما نعرفش هنا، باش نحاول نزيد نبعث الرقم لزميلتنا منا، على الاقل نحاولوا ان نتحصلوا عليه، والا نخليوه هي يتصل بينا معنا، يتواصلوا معنا. نعرفوا اللي هما المنظمين الحفلات هذوما يخدموا الوقت متاخر، صبحوا راقدين. يصبحوا راقدين، سي نورمال. هذاك علاش باش نعاودوا الاتصال به مره اخرى. انا حاولت اني نتصل به، رغم اللي بصراحه عبد الستار، لا سي بون، انا بعث لك منا جاوك به. رغم اللي عبد الستار العباد ما تحبش تحكي في تفاصيل الحفل هذا. عليه حسب تقديرك انت، علاش ما يحبوش يحكيوا؟ عايش على خاطر انت تقول لي حفل عرس تواصل 9 ايام بلياليها. احنا توانسه تربينا بفكره نقولوا فرح نقولوا 7 ايام و7 ليالي، 7 ايام زايدين، بمعنى 21 يوم. اما فيهم بدو حنه، فيهم اكل لما في الدار، فيهم اكل الدربوكه، ويجيو اصحاب العروسه ويجيو اصحاب العروس. فهمت؟ ماهوش راهو عباره، ريتو الحفله الكبيره نتاع العرس عباره كل ليله حفله 9 ايام هكا، اي مع حراسه مشده بالدعوات الخاصه، ماهيش مفتوحه للعموم. فهمت؟ فما مآدب نتاع اكل قاعده تتوزع معناها على الضيوف المدعوين بدعوات خاصه. دونك هو عرس بدعوات خاصه طبيعي إيه اكيد جدا، مش اللي يجي لا انت باش تصرف يدخل. اذا قلت لك قداش تكلف العرس؟ لا ما قلتليش. ما قلتلكش؟ لا ما قلتليش. العرس حسب تقديرات. نقولوا احنا العباد في زرمدين. هو صار في زرمدين، في ولايه المنستير بالضبط. دونك في مدينه زرمدين التابعه لولايه المنستير. وحسب التقديرات نتاع الناس اللي اشرفت على الحفل واللي شهدت الحفل، القيمه نتاع المصاريف تناهز 12 مليار. 12 مليار 12 مليار تونسيه. اي تونسيه 12 مليار. ربي فما شكون يقول اكثر، فما شكون يقول اقل، ولكن تقريبا الموين هي 12 مليار. هذه مصاريف عامه. راوكي تقول لي تجيب سمير لوسيف الليله الاولى، تجيب وليد التونسي الليله الثانيه، تجيب لي كوميديان تاع تونس انا ريتهم الكل يعني تقريبا الكوميديين اللي نعرفوهم معناها المعروفين على الساحه الاعلاميه زاد كانوا موجودين. فنانين من خارج تونس معناها هذم بركه ديجا يتكلفوا ما يتكلفوا. وقت اللي نشوفوا الكورتيج نتاع العرس اللي خرج يدور في وسط مدينه زرمدين، 35 جمل، 35 ناقه و10 كاليسات. احنا العرس ما نعرفوه بكاليس، بزوز ماكسيموم 3 لشكون شكون باش تهز فيهم 10 كاليسات. فهمت؟ الديكور، التنظيم، حاجة بصراحة ما شفتش كيفها قبل، إلى درجة إنه أنا عملت كومنتير في باج قلت لهم ما نصدقش. أول ما داولت الحكاية جاوني العباد لا صدق لا موجود وأكثر من هكا. والليلة جايبين الكوميديين، وقت ليلتها جايبين الكوميديين، والليلة راهو زادوا جايبين الكوميديين، راهو بخلاف الفنانين، راهو هكا وهكا. وحكيوا لي العباد، حكيوا لي معناها الحاضرين ولاد المنطقة معناها تقريبا. فما ولاد المنطقة، فما عباد قراب، فما عباد سمعت، فما واحد قال لي في القهوة المزاودية يحكيوا معناها الحكاية ولات متداولة عند العباد في القهاوي، في المدينة، في المدن المجاورة لزرمدين، في كل تراب الجمهورية، وتوا على مواقع التواصل الاجتماعي. وفما حتى شخص تدخل
كان عطاه هو بعض التفاصيل اللي انا قاعد نذكر في عدد منها، كان تدخل في احدى الاذاعات وهو اللي اعطاه التفاصيل نتاع قيمه العرس وعدد الجمال والكاليس هذوما اللي خرجوا في الكورتيج. وقال زاده انه العريس دفع مهر لعروسته. المهر هذايا قديش قيمته حسب تقديرك؟ قد اذا كان اذا كان كلف 12 مليار العرس، معناها على الاقل 3 مليارات حتى نقول مهره. اي بون بنسي. هو اكتفى بمليار مهر، شويه اي شويه بارابور مقارنه بما صرفوا على العرس بالنسبه لنا شوي. هو حسب تقديره يقول انه المهر نتاع العروسه كان مليار. النقد معناها بخلاف الصياغه نقدا هي كهو لا جوست المهر كهو المهر اللي ندفعوا فيه احنا 50,000 هذاك الرمزي. المهر يشمل حتى الصياغه في الاصل. لا هو المهر هذايا يقصد يشمل كل ما هو نقد. ما النقد الذهب والفضه نقد عمله في الاصل. في الاصل اي بطبيعه فلوس. الحال اي. فبالتالي تعتبر هذاك كان بك يتنص صديق. الصياغه بوتيتر ما نجموش يقيموها ولا يقدروها والا ما شافوهاش ولا هي انا قلت لك نتصور انك قلت 3 مليارات الهدايا المقدمه ممكن مليار معناها فلوس وبقيته مصوغ، معناها نجم يكون مصوغ بقيه المهر هذا. لا شوف وقت اللي يقول لك قداش العدل وقت اللي يقول لك قداش باش تعطيها مهر تقول له انت 20 30 50 هو قال له مليار. حقك ان ليه انا حبيت فهمت بالحق حقك انك تقول مليار نقدا وكذا صيغه. حقك راهو هذاك حقك القانوني تقول. أنا فهمت حقك حتى هذاك نقد. هذاك النقد الشرط اللي تفهموا فيه هذاك النقد يتحط في الصديق في الأصل. أيوة حسيلو زوز عائلات المتصاهرين، العائلة عائلة سي عبد الستار حدهم خاتيني أنا وعائلة سي علي عبد المؤمن. هي ربي يهنيهم ان شاء الله. زوز عائلات المتصاهرين ان شاء الله ربي يهنيهم بطبيعه الحال. احنا ان شاء الله نحكيو على حاجه بالثمار ان شاء الله والاعمار وان شاء الله السعد خير من النقد كما يقولوا لولي. اكيد جدا ان شاء الله يا ربي. احنا بنجموا نتمناو كل هنا، ولكن الناس كلها حكيت على هالعرس الاسطوري هذايا.